اهلا بيكم. النهارده هنعمل تورته عيد ميلاد بطريقه سهله جدا وسريعه تنفع اي حد يعملها في البيت. هنبدا الاول ان احنا خبزنا الكيكه وهنبتدي نقطع طبقات الكيك بشكل متوازي باستخدام منشار الكيك. بنجيب يبقى الاتنين قد بعض ونستخدم طبقات الكيك بالشكل ده، بحيث ان طبقات الكيك كلها تطلع نفس السوى بنفس المقاس. نبتدي بقى نجيب القاعده بتاعت الكيك اللي هنستخدمها ونحط الكيك عليها ونحشيه. اول حاجه هنحط صوص، اي صوص احنا عندنا في البيت. ممكن نستخدم حاجه في البيت من عندنا، مثلا ممكن فاكهه، نقطع فاكهه ونحطها زي ما تحبوا. ممكن في كل الطبقات او ممكن نحط مثلا في طبقتين اتنين بس. نحط بقى مكسرات، نحط مثلا قطع شوكولاته، اي حاجه عندنا ممكن عايزين نزود عليها مفيش مشكله بنزود، تبقى بتدي طعم احلى برضو. تمام كده الكيك معانا يساوي، بس لو في حاجه خرجت منها. تمام تمام. هنا كده بقى الخطوه الثانيه للكيك احنا خدناها وحطيناها في الفريزر لمده ساعتين، ودينا بس طبقه خفيفه، بعد كده جمدناها وابتدي نزينها بقى ونحط عليها الكريم شانتيه. كريم شانتيه هناخده هنلونه، لو مثلا عايزين نلونه بلون تاني بناخده كده الكميه اللي احنا عايزينها هنغلف بيها ونشوف اللون اللي احنا عايزينه. مثلا ممكن نعمل بالموف او بالفوشيا. ممكن الموف اهو بربل. الوان بتتباع عند محلات المستلزمات الحلواني، بتستخدميها قابله للاكل عادي. بتلون بقى الكريمه معاكي بالشكل اللي انت عايزاه. انا عايزاها تدريجه شويه، فانا مش هضرب مش هقلب الكريمه جامد، هخليها بس كده تدي زي ماربل كده للكريمه واحطها على الكيك. تمام. نحط بقى الكميه اللي هنحتاجها نشوف لسه. اول حاجه بنفردها بس بالسباتشولا بسيط كده، بعد كده هنعملها بقى بالمسطره عادي. ممكن تخلطي الكريمه اكتر لو انت مش عايزاها مدرجه كده، عايزاها متساويه، فعادي ممكن تضربيها تخلطيها عادي باللون اللي انت عايزاه، عادي تزودي تقللي زي ما انت تحبي يعني. هنا بعد ما خلصت تجليس للكيك هنبتدي ننزل مثلا دريب بس للكريم كده. هنستخدم برده الكريم شانتيه اللي احنا حشينا بيه واللي احنا لونا بيه من بره وغلفناه وكل حاجه، هنستخدمه نحطه في كيس حلواني بس. وممكن نسخنه نقيما، نحطه مثلا على ميه سخنه مثلا او حاجه، حمام مائي، او بنحطه في الميكرويف لمده بالظبط 5 ثواني. هيفك بس الكريمه مننا كده ونبتدي نشكل بيها. الخطوه دي عايزه بس ايه، تبقي ايدك بالراحه شويه. نزل كده من الاطراف، تدي شكل سهل وجميل. هنحط بس ايه نعمل شويه روزيتات بالكريمه اللي اتبقت برده مننا. هنعمل كده بقمع وكيس حلواني، تديها برده شكل كده بيبقى جميل كده. السبرينكل بتتباع عادي عند محلات برده الحلواني، ممكن
بيتباع بتاع الاطفال ده، بتلونيه او بتسيبيه زي ما هو وتحطيه كده على كل مثلا على كل بوله وتحطي واحده. نحط واحده واحده عشان خاطر ايه. وبرده اللولي الصغير ده اللي بنستخدمه برده انا لونته بالدست بتاع الالوان، برده عند مستلزمات الحلواني ممكن تقدري تستخدميه. حطيه بقى هنا كده، هنا على الصغننين، تبقى واحده واحده كده يعني. افكار بسيطه كلها ممكن تستخدميها، تطلع معاكي كيكه في الاخر شكلها احترافي، شكلها جميل. ممكن بقى نحط مثلا هنا كده كده، نطوريهم كده في كل مكان في الكيك، تطلع شكلها حلو. وبعدين هنحط بقى التوبر ده، لو هو بقى عيد ميلاد حد عندك في البيت او حاجه بس تحتفلي بيه، بتتباع برضو عند مستلزمات الحلواني، هي بلاستيك، بتحطيها بس كده، بس كده. وده الشكل النهائي. ممكن سكر عادي سنترفيش، وبرده تحطي عليه الدست اي لون انت بقى عايزاه، اي لون عندك باودر بتلونيها بسكر، اللي هو السكر عادي اللي بنحط على الشاي ده، بنلونه بس كده باي دست، وبيبقى بيديكي شكل بقى جميل. بتدي له لمعه كده اهو، يبقى انت عملتي ايه، تورته سهله عليكي وتقدري تعمليها. ودي كانت تورتتنا النهارده اللي عملناها. يبقى قولوا لي رايكم. شكرا.